وسهلا فيكم أصدقائي وأهلا بلين. كيفك لين؟ مرحبا. اليوم مثل ما عودناكم مستمرين معكم بسلسلة العودة إلى المدارس، ورح نضل نعمل معكم أشياء حلوة ومميزة بتقدروا أنتوا تعملوها بإيدكم تتميزوا فيها. اليوم رح ننتقل للدفاتر، فبدل ما أنتوا تشتروا دفاتر ملونة ومختلفة ممكن أنتوا بإيدكم تصنعوا هاي الدفاتر بأشكال فريدة وما يكون ولا حدا مثلكم، يعني تكونوا أنتوا فريدين من نوعكم. فشوفوا معي طريقة صنع هذا الدفتر، وأحلى إشي لما الواحد هيك يصنع إشي بإيده أكيد رح يكون لين فخور فيه كثير. مظبوط. شو المواد اللي نحتاجها معنا لليوم؟ المواد اللي نحتاجها هي دفتر، كرتون ملون، نايلون لحفظ الأوراق، مشرط أو مقص، شبر ملون، جلو، وخرز للتزيين. زي ما انتم شايفين عندنا دفتر مدرسي، وهلا رح تشوفوا كيف رح نعمل زينة حلوة له. رح نزينه من هاي الجهة بشكل ومن الجهة الثانية بشكل جديد. شوفوا معي كيف. بحتاج الى ربطتين من الشبر. هذا الشبر اللي انا بستعمله تقريبا عرض كل واحد فيهم 3 سم. بحتاج لونين مختلفين، انا اخترت هدول اللونين لاني بحبهم. فشوفوا انتم الالوان اللي بتفضلوا بتقدروا تستعملوها، وطريقة استخدامهم هي كالآتي. على هذا الوجه من الدفتر رح نضيف هدول الشبرات بطريقة تكون على شكل مربعات الشطرنج. شوفوا معي كيف رح نستعملها. حقيس على عرض الدفتر تقريبا بزيادة 5 سم من هون 5 سم من هون، يعني بهذا الطول رح اقطع قطع من هذا الشبر. شوفوا معي، هي أول قطعة، وعلى طولها رح أقطع كمان مجموعة من قطع الشبر. هلا رح انتقل للشبر الأزرق. بقيس طول الدفتر وبزيد 5 سم من فوق 5 سم من تحت، يعني تقريبا بدي طول القطعة يكون لهون. وأكيد بقص مجموعة من الشبر الأخضر على طولها. بعد ما خلصنا قص قطع الشبر باستخدام اللاصق رح نبدأ نلزق قطع الشبر على الجنب الداخلي للدفتر. بالطول رح نستخدم الشبر الأخضر، وبالعرض رح نستخدم الشبر الزهر. زي ما انتم شايفين أكيد الشبر الزهر رح يكون أقصر من الشبر الأخضر لأنه طول الدفتر أكبر من عرضه، فالشبر الأخضر للطول والشبر الزهر للعرض. رح نبدأ من هاي الزاوية، بنحط كمية جلو بسيطة وبنثبت أول شبرة، ورح نترك فراغ على قدر بالضبط على قدر الشبرة، وننتقل من هون نلزق الشبرة اللي بعديها. بالنسبة للطول نفس الشي، رح نلزق الشبر الزهر. زي ما انتم شايفين انتهينا من الصاق الشبر. الصف الزهر اللي هو بالعرض جاي اكيد بغطي كل المساحة في الدفتر. زي ما انتم شايفين بنلزقهم واحدة لزق الثانية، لكن الاخضر اللي موجود في الطول رح يكون بين كل شبرة وشبرة في عندي فراغات، وهيك بنكون لزقنا كل الشبر. هلا رح نسكر الدفتر ونبلش نشتغل في هاي الجهة. رح ابدا بالشبر الاخضر واحدة ورا الثانية. اول شبرة رح ادخلها معي من ورا الشبر الزهر وارجع اطلعها وارجع ادخلها وارجع اطلعها، يعني حخلي شبرة زهر تحت الاخضر واحدة فوق. شايفين هاي حخليها تحت وهي من فوق. حطلع وحنزل فيها.
هي أول شبرة، ونفس العملية بكررها على الشبر الباقي. زي ما انتم شايفين بدأ يتشكل معي شكل شطرنج. حتى تكون الصورة أوضح رح أبدأ أشد الشبر اللي معي واحدة ورا الثانية. نبدأ من الأسفل، وهاي الشبرة رح ألف الدفتر بهالطريقة، وأبدأ أثبت الشبر على الجهة الثانية. طبعا الشبر طوله زيادة، فأنا رح أقصه بهالطول بكفي. رح أحط لاصق على طول الدفتر من الجهة الثانية، وحبدأ لصق الشبر الزهر، لكن أكيد تأكدوا إنكم شدتوها منيح لحتى ما ترخي معنا، ونلزقها. الشبر الأخضر رح نركبه مرة تانية بصورة جميلة. برضه حنقص القطعة الزايدة، حنحط كمية بسيطة من اللاصق على كل قطعة، ونشدهم ونلصقهم في مكان. لازم تنتبهوا إنه كل قطعة من فوق بتقابلها قطعة من تحت حتى ما تطلع معكم القطعة مايلة. هيك زي ما انتم شايفين صارت معنا هاي الجهة من الدفتر جاهزة، وهلأ رح ننتقل شغل للجهة الثانية اللي رح تكون مختلفة تماما عن الجهة الأولى. زي ما انتم شايفين في عنا حقفة الشبر طلعت معنا لهاي الجهة، فأكيد بدنا نخفيها، ورح نستخدم طبق الكرتون البينك هذا لحتى نزين فيه هاي الجهة ونخفي فيه برضو قطع الشبر اللي معنا. رح استخدم اللاصق، نحط على هاي الجهة من الدفتر لاصق، رح نلزق طبق الكرتون الملون حسب اللون اللي بتحبوه على هاي الجهة. والأكيد حتفتنا تكون مستقيمة 100%. باستخدام المقص رح أقص الحفف الزايدة عن حاجتنا واللي بتطلع فوق الدفتر. زي ما انتم شايفين صارت الجهة الثانية معنا عم بتبين، هي لزقنا عليها الكرتونة. رح افتح الدفتر زي هيك، ورح استخدم قطعة كرتون زيادة تحتيها لحتى اشتغل وما اذي الطاولة وانا عم بشتغل. انتبهوا لهاي النقطة. رح ارسم هون عندي على هاي الكرتونة اللي لونها بينك قلب حب، حجمه يكون متوسط زي ما انتم شايفين. باستخدام الكتر رح اقطع على شكل قلب الحب فراغ، رح امشي فوق الخط بالضبط. هون طلعت فوق الخط بشوي، مش مشكلة، يعني بدكم تكونوا دقيقين قد ما بتقدروا، واكيد لازم تكونوا كتير حذرين وانتم بتستعملوا هاي الكتر لانها آلة حادة. هيك مفروض اني قطعت مكان قلب الحب كامل. تأكد انها قطعت بشكل كامل. وهيك بيكون صار معي قلب حب فارغ في هاي الجهة من الدفتر. يا ترى شو رح اعمل فيها؟ شوفوا معي. هلا اجا دور الشغل بملف النايلون. في عندي هاي الزاوية اللي هي بتبقى زاوية مغلقة من جهتين، رح اقص شكل مربع فيها.
يكون حجمه اكيد اكبر من حجم قلب الحب اللي معي في الدفتر. زي ما انتم شايفين صار معي مربع مكون من طبقتين، جهتين فيه مسكرين وجهتين مفتوحين. رح اسكر جهة بواسطة اللاصق. رح نحط كمية بسيطة كتير من الجلو على طول النايلون ونسكرها. لازم اتأكد انه الحفظ معي مسكر كتير منيح. رح احط كمية زيادة حتى اتأكد انه ما في ولا حفة صغيرة مفتوحة معي. صار عندي هلا شكل كيس نايلون مسكر من 3 جهات ومن جهة مفتوحة. زي ما قلت لكم بلزمني خرز، فرح افتح هذا الكيس واحط فيه كمية من الخرز. لازم اكيد اتأكد اني حطيت جلو سكرت الكيس 100%، يعني مش لازم يضل معي ولا زاوية مفتوحة. بعد ما جبت معنا الكيس وصار مسكر 100% من كل الجهات زي ما انتم شايفين، بواسطة اللاصق رح نلزقه على الجهة الداخلية من قلب الحب. بعد ما لزق رح اشوف على الجهة الثانية. شوفوا معي كيف صار الدفتر. هيك صنعنا احلى دفتر لليوم. صراحة أنا كتير عجبني وإن شاء الله إنه كمان يكون عجبكم. وإذا عجبكم إيش لازم تعملوا يا ليا؟ اشتركوا في قناة مامي ميس لحتى توصلكم كل هاي الفيديوهات الحلوة، واعملوا لايك لهذا الفيديو لحتى هيك دايما نتشجع نعمل لكم أحلى فيديوهات. طبعا أكيد مستمرين معكم، وقريبا يالين رح نرجع للمطبخ، رح نعمل أكلات كتير مميزة. استنونا بحلقات جديدة من مامي ميس، ونشوفكم. باي باي.